لي أسبوعين حاول إني نصور الفيديو. سبحان الله كل يوم تصير حاجة يتأجل. يعني خلاص اليوم نويت من الليل، قلت بكرة إن شاء الله نصور. الحمد لله حاليا قاعدة نصور. خير يا جماعة، كيف حالكم؟ يا رب كلكم بخير وبصحة وفي أمان. آخر فترة عرفنا قيمة كلمة إن الإنسان يكون في أمن وفي أمان أكثر. اليوم أول فيديو نصوره بعد زلزال اللي صار عندنا هنا في المغرب يوم 8/9. وزي ما انتم عارفين يعني سبحان الله، بعد ما صار زلزال المغرب يوم 8/9 بعد يومين صار إعصار دانيال في مدينة دارنا في ليبيا. فالله يرحم جميع الشهداء اللي في المغرب واللي في ليبيا، ورب يصبر أهلهم. وصراحة يعني اللي صار في دارنا الليبية كان يعني مش بس إعصار، لا كانت كارثة طبيعية. إن نص المدينة اختفت، إن ناس واجد فقدت أهلها. ربي يرحمهم إن شاء الله، ربي يصبر أهلهم. اللي صار معنا نحن يوم الزلزال يوم 8/9 الساعة 11 في الليل، عادي زي أي ليلة طبيعية. تعشيت، قاعدة نتفرج على اليوتيوب عادي جدا، يعني ما فيش أي حاجة. قاعدة أنا وأختي في الصالة، هي قاعدة فوق الكنبة وأنا قاعدة على الكنبة، بس أنا رجلي على الأرض. فهي كانت فوق الكنبة وأنا كان رجلي على الأرض. قاعدين نتفرجوا، نقول لها مش عارفة ليش الأرض قاعدة تهز. في الأول عادي، نحس عادي يعني، لأن نحن ساكنين في عمارة وعارفين يعني أنتوا في العمارة مثلا لما واحد فوق منا يتحرك أو واحد تحت يتحرك أو تحس بيه يعني عادي. بعدين حطيت يدي على الكنبة، قلت لها سبحان الله مش عارفة ليش حتى الكنبة تهز، نفس الهزة اللي على الأرض هزت الكنبة. فأول حاجة خديتها سكرت صوت الفيديو علشان نركز يعني نفهم شو اللي قاعد يصير. صبيت، بزلت الأرض تهز. هي أختي عدت تشوف في الروشن، لأن بعدين الروشن بدأ يتحرك. أختي بدأت تشوف عدت تشوف الروشن. أنا شكيت إنه زلزال، بس ما قدرتش نقول إنه هو زلزال، يعني كنت مستبعدة إنه يصير معنا حاجة زي هذه يعني سبحان الله. فشكيت في عقلي، بس لساني ما نطقش إنه زلزال. بعدين لما شكيت في عقلي تذكرت إن لما صار زلزال في سوريا الناس كلها طلعت برا. قلت خليني على كل حال نفتح الباب، لأن الباب مسكر بنفتح فحياخذ ثواني يعني ما ينفتح. لما فتحت الباب مفتاح، سمعت صوت الناس كلها في العمارة نازلة، شفت الناس كلها طالعة. أنا في اللحظة هذه تأكدت إنه زلزال وطلعت. لما فتحت الباب شفت الناس كلها صوتهم، تأكدت إنه زلزال. قلت لها هيا انزلي زلزال. أنا في اللحظة هذه حاجة الوحيدة اللي قلت لها هيا انزلي، ونزلت. يعني أنا نزلت قبل وهي نازلة ورايا. ما خديتش لا تليفون ولا مفتاح ولا شبشب اني نلبسه ولا اي حاجه. بالبيجامه اللي كنت لابستها اصلا قاعده بيها نزلنا في الشارع. سبحان الله، يعني مجموعه عمارات سكنيه في اقل من دقيقه الناس كلها في الشارع. يعني فعلا المثل متاع يا روح ما بعدك روح. يعني الناس خلت كل حاجه مفتوحه، البيبان كل حاجه كيف ما كانوا نزلوا في الشارع. في حتى اللي خلى النار يعني على الغاز مفتوحة وهو نزل. سبحان الله، يعني كانت لحظة من بين هلع على خوف على الواحد مش عارف شنو يصير. يعني نحن لما نزلنا وخلينا كل حاجة توقعنا ان هذه هزة خفيفة وبعدين مثلا في زلزال يعني حيصير او هو مازال حيصير. يعني نحن اول نص ساعة ما كناش فاهمين ان الزلزال صار في منطقة بعيدة ونحن بس حسينا بالهزة الارتدادية. لا، لما تأكدنا انه زلزال نحن نحسبه انه هو يعني حيكون عندنا نحن، يعني بعد الهزة الخفيفة حتصير هزة قوية. فهذا السبب اللي خلى الناس تطلع خايفة، تطلع في حالة هلع. خلاص بعدها نزلنا قعدنا قدام باب العمارة. قعدنا ممكن تقريبا نص ساعة من صبين. حاجة إن أول ما صار الزلزال وقعدنا نحن قعدنا برا هيك نص ساعة. الناس قاعدة تطلع في شائعات، إن شائعة شنو؟ إن الزلزال حيضرب الساعة 2 في الليل، الزلزال حيضرب الساعة 4:30 في الليل.
باهي. بعدين فاتت الحمد لله الساعة 2 ما صار شيء، يعني الحمد لله ما صارتش هزة تانية. قاعد يقولوا لا الزلزال غيرجع يضرب مع الربعة، يعني حيضرب الساعة 4. وبعدين قاعد يقولوا حتنشق الأرض وتبلعنا. أنا حسيت بالنهاية الصراحة. بس يعني والله الشائعات هذينا ويخوفوا في الناس على الفاضي. بعد نص ساعة هذه بدون الناس يخشوا شوية شوية، كل واحد يخش. اللي خلى الباب يسكره، لا وأنا طلعت خليت الباب مفتوح، أختي طلعت خدت المفتاح وخلت الباب مفتوح، يعني تفهمش ولا حاجة. لكن لما رديت خشيت لقيت الناس كلها خلت البيبان مفتوحة وطلعوا. خلاص بعدين ردينا أقل من دقيقة بس. خدينا الموبايل، تخيل الموبايل كان في يدي، لكن لما طلعت خليته فوق الكنبة وطلعت. خلاص ردينا، خديت الموبايل، سكرنا الباب، خدينا جاكة لبسنا أحذية ونزلنا من الساعة 12 في الليل لعند الساعة 6:30 في الشارع. يعني سبحان الله كيف الإنسان بين لحظة إنه هو كان آمن في مكانه، قاعد سبحان الله في الشارع مع مجموعة ناس، يعني سبحان مغير الأحوال. خلاص بعد نص ساعة تقريبا بدأ الأخبار ينزل على الفيسبوك إن لا الزلزال ضرب في مراكش، إن هذه نحن اللي حسينا بها هزة. وفي الأول نحن ما كناش نحسبه إن في ناس ماتت، أو نحسبه بس حتى اللي في مراكش يعني هزة عادية من دون ضحايا. لكن للأسف يعني بعد ساعات الصبح الأولى عرفنا إن في ناس ماتت، وكانت هذه أصعب حاجة، إنك أنت تعرف إن الحمد لله إن ربي نحن نجانا والحمد لله. والناس الأخرى يعني ربي كتب لهم إن يكونوا من شهداء الزلزال. أوكي. بعدين قعدنا الساعة 12، هنا رن علي أخويا قال لي لا، كنا نحن لما نزلنا قعدنا قدام العمارة ما بعدناش. أخويا قال لي لا، لو صار زلزال تاني نفس النتيجة، لو تكون في الشارع أو تكون إنك أنت داخل العمارة نفس النتيجة، لازم نبعدوا على المباني. فهنا بعدنا على المباني، مشينا قعدنا في حديقة. هنا قعدنا في الحديقة هذه من الساعة 2 في الليل لعند الساعة 6:30 الصبح. يعني الجيران طلعوا معاهم زي الفرش وحاجات وقالوا لنا تعالوا اقعدوا معانا. يعني صراحة الواحد أمتى يعرف الشخص أو أمتى يعرف جيرانه إن هم ناس كويسة أو لا، هي وقت يعني وقت الشدة أو وقت الكوارث يعني. فكانت الناس طلعت اللي طلع كميات وفرش. قال الناس اقعدوا معانا وقعدنا مع بعضنا. خلاص قعدنا من الساعة 2:30 لعند الساعة 6:30 الصبح يعني. وأنا قاعدة في الحديقة الساعة 2:30 نقول سبحان الله، يعني من قبل أنا الوقت هذا يعني في العادة نصلي في الشفع والوتر ونقعد، يا إما نتفرج على مسلسل تركي أو على أي موقع من فيسبوك أو الانستغرام. فنقول سبحان الله يعني بحت أنا من قبل شنو كنت ندير، واليوم الواحد سبحان الله أنه هو قاعد في الشارع. يعني كانت صراحة من أصعب المواقف. وهنا نتذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال من أصبح منكم آمن في سربه معافى في جسده وعنده قوت يومه كأن حيزت له الدنيا. ففعلا يعني هن حاجات بسيطة، ولكن هن هذه معنى الحياة الحقيقي، هي الحاجات البسيطة، يعني الصحة والأكل والأمان، وإنه يقعد عندك مأوى تسكن فيه. بس هذين أساس الحياة. ليش لا؟ الساعة 6:30 أذن الفجر. الناس بدأت ترد، خشت خلاص، حتى نحن خشينا معاهم. جيت صليت الفجر، تكيت نبي نرقد. لما تكيت نبي نرقد ما قدرتش نرقد. الهزة الأولى اللي صارت وأنا حسيت بيها قاعدة مسيطرة على جسمي. لما أنا تكيت نحس بالهزة اللي صارت. ومشكلة أن أختي رقدت وأنا قاعدة نحس بالهزة، نقول نوضها هذا زلزال ولا لا. أنا ما قدرتش، يعني أول يوم ما قدرتش نرقد. الساعة 6 قعدت لعند ممكن 10:30 الصبح. بعدها عادي عشنا يومنا عادي الحمد لله، فطرنا تغدينا. سبحان الله
الحاجة التانية إن أول وجبة تاكلها يعني بعد الزلزال أو بعد الأزمة عندها طعم خاص، تحس بالشاي دافي، تحس بالخبز، تحس بالحاجة سبحان الله نحن ناكله فيها كل يوم، بس بعد اللي صار تحس إن عندها طعمة خاصة. يكفي إنك أنت قاعد تاكل فيها وإنك في أمان، هذه أكثر حاجة. خلاص كملنا اليوم عادي، تغدينا، كلينا شوية هيك الحمد لله. جاء الليل، خلاص بعدين في الليل جت الساعة 10. نفس الشيء الناس خافت سبحان الله، زي ما تقولي هو ارتبط عندهم الليل بالزلزال، وأنا منهم يعني لما نحكي عن الناس يعني حتى أنا منهم. خلاص أنا رنت علي صاحبتي قالت لي راهو الناس تطلع عندنا، أطلعوا. ورنت علي صاحبتي واحدة تانية قالت لي راهو الزلزال ضرب في مكان على مدخل، يعني مدخل مدينة الدار البيضاء، قالوا الزلزال ضرب بيها وأطلعوا. احنا طلعنا قعدنا في نفس المكان اللي قعدنا فيه في الليلة السابقة قدام باب الحديقة. خلاص قعدنا من الساعة 10 لعند الساعة 12 ونص. لما جت الساعة 12 ونص جو ناس لابسين ملابس عسكرية أو ملابس رسمية يعني، ويحكوا باللاسلكي، قالوا إن شنو، إن راهو ما فيش زلزال وإنتم قعدتكم هنا زي قلتها، وأحسن شيء كل واحد يمشي يرجع بيته ويرقد، يعني ما فيش حاجة، تطمنوا يعني، جو على أساس إن هم طمنوا الناس. فهي مش عارف هم على شنو كانوا معتمدين أو على شنو كانوا عارفين. بس خلاص نحن لما عن نفسي وأختي وجيراني لما سمعنا الكلمة هذه مشينا قعدنا، خلاص مشينا رجعنا لبيوتنا رقدنا الحمد لله. بعدين في اليوم هذا أول ما خشينا خلاص أنا كانت الساعة 12، واليوم اللي قبله يعني واحد مش راقد، فكمية إرهاق مش طبيعية. تكيت قلت يا رب بس أهم شيء يأذن الفجر ونحن تمام ونحن بخير ومن دون أي هزة. ورقدت الصراحة، كانت نومة عميقة، ونضت تاني يوم على صوت الفجر الحمد لله، وكانت الدنيا تمام بفضل الله يعني الحمد لله. آخر حاجة حابة أني نحكي عليها هي أن الإنسان وكلنا لازم كل يوم نحمد الله على النعم اليومية اللي أنعم بها الله علينا. يعني نعمة أنك أنت تكون عايش يوم طبيعي عادي هادي، مجرد أنك أنت تاكل تصلي ترقد في اليوم، يعني اليوم العادي اللي نحن في العادة نسموه فيه يوم ممل، أو مثلا زي نحن في ليبيا نقولوا كلمة كساد، يعني يوم كساد. اليوم الكساد هذا بالذات أكبر نعمة. يعني لما تجرب أنك أنت تقضي يوم في خوف، أو أنك تقضي يوم حلمك الوحيد بس ترقد في مكانك بأمان، نحسوا بنعمة اليوم العادي ويوم الطبيعي. فالحمد لله يا رب على جميع الأيام العادية. وحاجة التانية، الناس واجد بعد الزلزال خافت وتوسوست أكثر يعني، فأنا ننصح الناس هذه إن هي لما يصير أي موضوع أو أي كارثة إن هي تبعد على الفيديوهات وتبعد على الأخبار وتبعد على التيك توك. يعني التيك توك صراحة آخر فترة كان كلها مثلا فيديوهات، وهي حاجة صارت، يعني هي الله غالب الحاجة هذه أصلا صارت. فلو واحد يخاف أو حد يخاف يبعد وما يتفرجش ويقوي إيمانه بالله، يعني في النهاية بكل اللي ربي حيكتبه لنا هو اللي حيصير، وإن شاء الله يا رب يكتب لي ويكتب لكم كل خير الأيام الجاية. وبس كنت حابة نحكي في الموضوع هذا. كنت بس حابة أني نحكي في الموضوع هذا لأن كان عندي كم نقطة حابة أني نشاركها معاكم، وإن شاء الله يا رب الأيام الجاية كلها خير وكلها سعادة وصحة وأمن وأمان. نتلاقوا إن شاء الله في فيديو جديد. في أمان الله، مع السلامة.